السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم الفيديو اليوم مشتركاتي الغاليات بصحة وعافية بإذن الله. شوفوا راني ناشطة معكم اليوم، طلعت لكم فيديو صباح وزدت هذا تاع الصباح كنت دايرة المونتاج تاعو البارح في الليل، وصباح طلعته لكم. هذا خدمته اليوم صباح في الدار، ما رحتش خدمت باسكو باش درت لكم هذه السلة ديجا دوكا على 11 راني ندير في المونتاج وراح نطلعو لكم. ومن بعد 12 ان شاء الله راح نخدم على ديك. راني قلت لكم ما خدمتش على جايلكم باش ندير لكم هذه القفه. ان شاء الله تكون برك عجبتكم، وان شاء الله راحين تخدموا منها لبنياتكم او حتى للزبائن تاعكم. شوفوا هادو لي غوب ديجا كامل وريت لكم في صالتهم، وريت لكم في صال تاع ديزون، وريت لكم في صال تاع 3 ووريت لكم في صال تاع من 7 حتى ل 8. كنت وريتها في صاله واحده اخرى مي تقريبا نفس الفصاله، برك تاع 3 درناها كلوش. قلت لكم الزبونه واحده برك خدمت لها هادو 4 وخدمت لها القفات 4. كانت كوموند الورقله، ان شاء الله يلبسوهم بالصحه والهنا، وان شاء الله تاني يليقوا بها ويعجبوها باذن الله. كما راكم تشوفوا فيهم، شوفوا كيفاش خرجوا يهبلوا. مام هذيك الغوز بيبي جات شابه، ومام في القفه استعملت لها وردات او ورده في الغوز بيبي على حساب لا كولور تاع لا غوب باش يجوا متحوفين في زوج. وراحين نبداو على بركه الله الخدمه تاع القفه. لهنا ديجا قلت لكم كنت خادمه 3 وخليت الرابعه باش نخدمها انا وياكم. شوفوا برك هادو السلات كي شريتهم شريت فيهم هادوك لي ديفو، شتيو جايين على جهه عوج، مي كي راحين تغطوهم بهذاك الكالون كامل ما همش راحين يبانوا. شوفوا انا القفوف اللي هنا شريتهم 25,000، الكالون راح يكلفك حوالي 20,000، صافي راح تطيح لك 45. و15 ميل حق يدك صافي راح تبيعيهم 60,000. 15 ميل تشوفوا انا ما نحسبش بالحبه باسكو كي دوكا راني خادمه 4 صافي راهم طايحين لي 60,000. اللهم بارك، صافي الحمد لله فيها بركه. مي انتوما اذا كانت بالحبه صافي حاولوا تكون 20,000 ولا حتى 25,000 حق يدك. وهذا ثاني موديل اخر بصح ماهوش لنفس الزبونه، برك كان عندي زياده في الدار خدمته ووريته لكم. مي راح يجي وقته صافي راح نبيعو لكاش زبونه ولا صافي من بعد نشوف وين راح نستعملو. شوفوا هذا جاي شغل سله واوفال، مي هادو جايين قفات. غلفت اللي احنا قلت لكم 3 وخليت الرابعه ان شاء الله راح نغلفها انا وياكم. شوفوا عندي هذا الكالون تاع الشرشيف يدير 35,000 للباكي وماكش راح تستعملي منه بزاف. وعندي هذا كان باقي لي ثاني مسفيفه خدمت به، وعندي هذا تاع الخيط راح نستعملو كي شغل كوردون هكا يدلى من القفه. وعندي هذا البابيون قلت لكم يدير 15,000 متر، مي ماكش راح تستعملي بزاف، برك حبه راح ديريها عند القبضه تاع اليد. وعندي هذيك لافلور قلت لكم الكبيره تدير 5,000 للحبه. شوفوا لهنا كامل راني خادمه بهذاك الورد، صافي هذيك الورده هي اللي راني زايدتها تاع 15,000 متر. ومستعمله لي بيير، هادو لي بيير انا نشريهم بالباكي، مي انتوما تقدروا تشروهم بالحبه. وسي ميو قلت لكم تكون على حساب لا كولور تاع لا غوب اللي راكي مدخلتها. كيما هنا هادو لي بيير عمرت بهم لي غوب، ودوك راح نستعمل حبات في القفه. ماشي راح نستعمل يا ربي 2 حبات، حبه في لافلور هذه الكبيره وحبه في هذيك لافلور الصغيره. قلت لكم لافلور الكبيره راني شريتها 5,000 الحبه، مي انا كي ما نشريش بالحبه نشري بالباكي راح تستقام اقل. كيما انا استقامت لي 4,000 للحبه. شوفوا راني نخبركم كلش كيفاش نخدم. راح نحكم الكالون، عفوا لهنا غلط، برك درتو من التشرشيف درتو من الجهه الاعلى، لا هي التشرشيف راح يجي من الجهه التحت. راح تبداي عند الراس تاع القفه وتبداي تركبي فيها. لهنا بعد ما درت البيستولي سخن لي غايه نبدا نركب. سيميو ثاني ديروا اللصقه تاعكم تقووها، مش تقووا لدرجه اللي تجي باينه، مي تقووها باش تركب لكم السفيفه تاعكم بيان على القفه. شوفوا عند الحاشيه من الفوق وبديت نركب في هذاك الكالون
حاولوا كي تركبوها عند القبضات تاع اليد تضغطوا باش صافي الشكل يجي متحوف، ما تجيش مرفود على القبضه. راح نكمل كامل القفه بهذه الطريقه. قلت لكم هذا الفيديو اليوم راني صورته لكم في الدار، ماهوش في المحل. على ديك الطابله راح تجيكم ماهيش هي اللي مداريه نفصل لكم عليها لي غوب. صافي هادو الاعمال نبغي نخدمهم في الدار ماشي في المحل، باسكو باش ما يدوليش وقت في المحل صافي ندير الحاجه اللي صافي لي ما نقدرش نرفدها للدار. مي كيما هادو لا عادي صافي نقدر نخدمهم ومن بعد نديهم للمحل باش تديهم الزبونه. كما راكم تشوفوا راح ندور كامل بهذيك القالون على القفه. شوفوا اليوم لافوا شويه راهي مليحه ماشي كيما البارح، باسكو قلت لكم الفيديو تاع اللي طلعته لكم صباح كنت دايره المونتاج تاعو البارح في الليل. صافي على ذيك كنت لافوا شويه رايحت لي، ميكم عارفين شويه تيزانه وشويه حسن الحر وديك راه الحمد لله اصبحت لافوا نتاعي شويه مليحه. مي شويه مازلت كي شغل عيانه، ثاني عيانه من الخدمه، باسكو راكم عارفين بلي هاد لو مومون تقوى فيه الخياطه بزاف تاع لي غوب كابيل تاع هاد الديكورات، راكم عارفين صافي هذا هو وقته. مي كاع هكاك نقولوا الحمد لله. شوفوا الجهه اللي بديت منها القالون راح نختم فيها، مي راح نزيد على القالون حوالي 2 سنتيم، باسكو هذيك 2 سنتيم راح نثنيها للداخل باش ما تقعدليش متشرشفه. صافي ما يقعدليش هذيك النهايه تاع الزفيفه باين، صافي يقعد هكاك خاسر متشرشف تاعو. على ديك راح نزيد قلت لكم حوالي 2 سنتيم. شوفوا ثنيتها للداخل ومن بعد اغلقت. اضغطوا مليح هذيك الثنيه اللي ثنيتوها، ضغطوا عليها مليح باش تركب لكم. شوفوا كامل هذاك الاعوجاج في القفه ما بانش من بعد ما ركبتي القالون. بعد ما ركبت القالون الاول نفسه هذاك تاع التشرشيف راح نركبه من تحت بنفس الطريقه كما راكم شفتوا لي. ركبت هذاك الاول راح نركب الثاني ومن بعد نحكم قالون ثالث. مي صافي يكون تناسق في الالوان، يكون فيه نفس الالوان هذاك تاع التشرشيف ونديرو من تحت. صافي نزيدو فوق هذيك تاع التشرشيف اللي درتها من تحت. بعد ما تركبتو راح يجيكم كيما راكم تشوفوا فيه. شوفوا كي جاب بلا هذيك لافلور ما جاش متحوفه. شوفوا السله كي جات هكا ماهيش متحوفه. صافي ركبنا فيها دوك لي قالون بصح بيناتنا ماهيش متحوفه. على ديك باش تزيدوا تحفوها زيدوا هكا كاش اكسسوارات، تزيدوا عفسه ماشي شرط هذه لافلور، مي تزيدي كاش عفسه هكا. المهم داخله في ستيل كابيل. راح نقصص انا وياكم هذيك لافلور. قلت لكم انا نشريها كيما راكم تشوفوا فيها، مي هي تتباع بالحبه 5000. مام هذه الورده تجي متحوفه في لي غوب، تجي متحوفه في البرنوس ثاني، في البرنوس تجي تهبل. صافي كي تشريها ما كاينش راح تندمي فيها. صافي ماشي قصدي تشري بالحبه، كي تشريها كامل هكا هي تجي بالرولو تقريبا. وقيله الرولو فيها هكاك حوالي 35 ولا والله الله اعلم. انا المهم شريت بصح مانيش حاسيه شحال فيها. صافي ماكش راح تندمي فيها باسكو راح تستعمليها عده استعمالات. قلت لكم تستعملوها في البرنوس، تستعملوها في كيما راكم شفتوا هكا اكسسوارات، تستعملوها حتى في لي غوب كابيل. شتو راني في كل قرنه من هذيك او في كل كنقولوا حاشيه في هذيك لافلور استعملت البيستولي وركبتها وضغطت عليها بيان باش تركب لي على القفه. شوفوا حاولوا قلت لكم تلصقوا بيان، حاولوا خدمتكم تكون متقونه ومتحوفه باش كي تدي الوحده خدمتكم تقول ما شاء الله ماهيش راح تندم فيها. راح نجي في وسط لافلور ونركب هذيك البيير قلت لكم اللي كانت لي نفس لا كولور تاع لا غوب. صافي راه فيها الغوز بيبي. ودوك راح نجو لهاد الصفه تاع الكوردون. قلت لكم ثاني تتباع 25000 كما كنتو تشوفوا باكي ب 25000. راح تخدم لكم شحال من قفه.
مام تستعملوها في لي غوب كابيله، غير مازال ما درت لكمش ستيل بها. ان شاء الله في الايامات الجايين رايحين نخدموا بها باسكو شريت منها بزاف. شوفوا تقطعوا خيط طويل كي تثنوه على زوج ومن بعد على 4 يكون على الطول تاع القفه نتاعك. شوفوا انا ثنيتو على زوج ومن بعد ركبتو على القبضه وعقدتو. كي عقدتو لازم هادوك 4 خيطان كي يكونوا يدلاو يجوا على حساب الطول تاع القفه. من بعد جبت ورده من هذه قلت لكم تاع 15 لو متر، غادي تشريها بالمتر صافي ميم با 4 متر راح تخدم لك شحال من قفه. تجي عند الوسط نتاعها وتلصقيها فوق هذاك الكوردون او فوق هذيك السفيفه اللي رانا دايرينها صافي عند القبضه تاع اليد. تضغطي عليها باش تتحكم لك مليح. من بعد نفس الشيء كيما لافلور هذيك الكبيره درناها، نجيبو بيير من هذوك لي بيير اللي شفتوهم ونديروها في الوسط تاع لافلور. شوفوا ماشي شرط لافلور لهنا تكون في الغوز بيبي ولا، حاولوا قلت لكم تكون برك تناسق ما بينها وبين لا غوب اللي تكون عندك. وهذيك لافلور عادي راح تتنح خطره اخرى وتقدروا تركبوا حاجه اخرى صافي أو لون اخر. وهذه هي القفه تاعنا بعد ما كملت. شوفوا كيفاش جات متحوفه، جاو يهبلوا. قلت لكم خدمت لهم 4 لي غوب مع القفف نتاعهم. ان شاء الله استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. مام اذا اي وحده فيكم حابه اي استفسار او اي شرح على كاشلاج ولا، تخلي لي في التعليقات وراح نجاوبكم. ديجا راني بديت نجاوبكم. شحال من وحده طلبت مني تفصيل تاع لي غوب وراني درتهم لكم، وان شاء الله راح نوفق وندير لكم كامل طلباتكم باذن الله.